قررت باش نشارك اولا باش نوضع ولو نقطه في فراغات التاريخ اللي فيما يخص النساء، يعني باش يشهد التاريخ ان النساء كانوا ايضا الى جانب اخوانهم في السجن، وانهم عانوا من التعذيب وعانوا من السجن. بالنسبه لنا احنا كنساء كانت خصوصيه في التهذيب النفسي. هذه الخصوصيه يمكن في البدايه نذكر التهديد بالاغتصاب ولو انه ما كانش، لكن التهديد في حد ذاته كان كيعيشنا في رعب، دائما خايفين. تيدير لي داك تيبول لي في الفم ديالي، ما قديش نقول لكم سمحوا لي. ما كاين حتى مراه بوليسيه اللي يمكن نقولوا لها حاجياتنا كنساء خصوصيه ما بغيناش نقولوا على الراجل. تم انتزاع حقنا في هويتنا كفتيات، تنعسوا امام الرجال، كلهم رجال، حركاتنا مراقبه من طرف الرجال 24 ساعه على 24 ساعه. ساقوني عند المحقق الذي بادرني، الا بغيتي المساواه هي حقناها لك في التعذيب. ولما وصلوني للمخفر تاع الشرطه بقى كيضربوا فيا ويعذبوا فيا، ربطوا لي يديا ودخلهم لي بين رجليا. ما ندويش لكم على غياب النظافه نهائيا، خصوصا بالنسبه للنساء في الوقت ديال العاده الشهريه اللي كتمتزج الدماء بدماء الجراح عند بعض فينا، وكان يمكن يوصل الجسم للتقمم. وكل ما يشوفوني صافي ما قديتش، صافي لا نتنفس ولا نتحرك، تيجيب واحد الشيفون خانز بريحه الكريزي وريحه المرحاض، تحطوه لي على وجهي ويعصروه لي فمي. اوضاع مزريه، واللي كنعقل عليه يعني بقى راسخ في دماغي هو البق، ما كانش كيخلينا ننسو. عذبوني وتكرفس عليا وبقى كياكل فيا ويقطع لي في كسوتي ويحلوا لي شعري ورجليا مقطعين بالضرب. ولما دخلت عاديه، ولما خرجت كلشي دم. دوك المعتقلين جالسين في السجن، وانه حنا اللي على برا اللي مرتين. جاو لي مع الصباح كيهضروا معايا بشي هضره خايبه، قلت ليه الله يخليك انا راه بنت عائله، وهضر معايا بلا رفض مؤدبه. كيقول لي هو يعطيني بواحد الدقه اللي حتى نجي الله ينجينا ونجي كون رافده الولد ديالي الصغير في الظهر ديالي، كون غادي يتفشخ هذيك الساعه في 8 الصباح. غير غديتيني راه سجنتي خسرت السيتي خسرتها هي سيدي غتنزي تسجل شنو خقز المؤمن ولا السليق يتسانو خساري تيدا اللي جا تنزي لازم كنير ماني وتبا لازم كنير ماني وتمينناش هاتاتيتو صدغي وزين تنعني وتبانو النايتان جبرت الربي جاوبي وتبانو النايتان تاولي وتبانو النايتان نخساسا بانو النايتان نخساسا. طلقت ليه تاني عاود رجع ليا قال لي نوضي انتي وباه يلا نوضوا. قلت ليه فين بغينا نوضوا؟ قال لي ما بغيتي توريونا الغلط، بغيتو تعتقلوا نتوما. راه جوج صفوف، الصف من هنا الصف من هنا، وانتي ما تقدريش تمشي قدامهم. كانوا يحلوا حتى النساء، حنا كنديروا الحاي كنديري هكا العين وكيحلوهم، قال لك يفتشوا على بوتخيل. امي المسكينه كانت حامله باخي هذا عبد الرحمن ب7 شهور، قبضوا تيكميو تيحرقوا فيها، كلها حرقوها، كلها محروقه بالدخان تاعهم. العائله كلها ما بقاتش تقدر تجي عندنا، حيت كيمشيو يهددوهم، وإلا مشى عندنا شي حد يسول علينا تيبداو يمشيو عندهم تيقولوا لهم اش كيجيوكم. ما نشوفوا والديا ولا خواتاتي ولا خويا، كانوا في المحنه اكثر من انا، والناس كنعوفوهم وعاملنا فيهم مزيان، كيسلاقونا كيهضروش معانا. علاش؟ لانه خطفوا الطود مسكين ما عمل لا بيدو ولا برجلو. المهم بقينا مقطوعين على المجتمع، ما بقى حتى شي واحد يقدر يشمنا.
لما دخلنا الجزائر وعدنا في الجزائر تماني في المنفى، لا عائلة لا وطن اللي دفعنا عليه وحررناه. يافت الحالك 73 ومزنايت وخامين ومزنوا ما ومزنا اليازو الماء يمزنوا الماء ورزلين ما باول عدي بنك العايدان وتعذبن. اختي بغات تشرب قال لي والله ما شربت تنخرجوا تموت كاع تما. امراه كبيره وحده راه طايحه لها يدير رجل دروك بالبوليس بخوعه البوليس لدابا الان. كاين العيالات اللي طلقوا من رجالتهم حيت خوتهم مشدودين، وكيمشيو البوليس في ديك الساعه اللي تخطفوا الدراري يسولوهم عليهم، كيقول ليها راجلها انا ما عندي علاقه بهذا الشيء، ما يجيوش عندي هذا. البنت ما كتصبرش في خوها، كتسمح في الراجل، طلقات ماشي وحده ماشي جوج. فراخي مزانين عامين لا تكرفيس نسبوه يفضو سميت حزوضي ديال الفضان ما كغاسي ما كغايد حاجانيش لا تعلق منيش لا يتقطع ذاتك ورتو في ما كغاستير لا يتقطع التسميه فمزان نمتين امي فيا الجوع امي فيا البرد. ايوا بدينا عاد العائلات كيتعارفوا مساكنوا كيتحنوا بعضياتهم، كتشوف ديك الوليه اللي ضرها ضرك بحالك بحالها. منين ولينا معارفين مع العائله شي كيعطف على شي. هادوك اللي كيجيو مساكن من تطوان وكيجيو من ناظور وكيجيو من طنجة وكيجيو من مراكش، جميع هاد المدن المغرب. واحد المراه مسكينه تجمعنا لا السعديه وتقولنا اليوم بغينا نمشيو للرباط، اليوم بغينا ندويو على ولادنا باش يحيدوا الله يضرب وهذا، تنتجمعوا عندها تناكلوا تنشربوا تنقبضوا التران. ما كيخليوناش نديروا الزياره، ما تنشوفوا ولادنا، ما عرفنا شكون مات ولا شكون حي. بقات الناس جات، انا كانت الدار ديالي في القنيطره محلوله للجميع، هادوك مساكن اللي في الشمال واللي في طنجة واللي كيجيو العيالات كبار، كاين اللي ما عندوش شي باش يرجع كنجمعوا له باش يرجع. قالت لك راه راجلي دواليه وقال لي يا دي موات الطلبه يباتوا عندك، راه بغا يمشي يشير طابريك، شي بغا يمشي عندك، شي بغا يمشي وبغا يتفرقوا. 44 عائله نعمروا القويله دخلنا لها. مشينا لوزارة العدل، اعتصمنا تما، قلنا لهم ما غاديش نخرجوا حتى يطلقوا لنا الاضراب لولادنا. جابوا البوليس شدنا في وسط وزارة العدل، كنبقاو الليل والنهار قدام السجن، كيمشيو غير الامهات مساكن اللي ما عندهم غرض يمشيو ولا يموتوا ولا زعما عندهم ولادهم احسن منهم. مشينا للامم المتحده دينا البراوات وبينا نعطيوهم لهم، قال لنا سيروا في حالاتكم ما تعطيوناش البراوات رميوهم من تحت الدفا. جيتو تاني مشينا عند العميل هبطنا عنده لديك الشارع، جاو الفرقونيتا د البوليس شدونا، واحد 25 المراه فيهم اللي عندها 80 عام. والله الا كاينين الناس اللي كيباتوا في الزنقه باش يديروا الزياره الغد، ليه كيقولوا لهم ما كايناش الزياره غدا، سيروا حتى للسيمانه اخرى. تنمشيو نزوروهم تيقول لنا ما كاينين ولادكم، سيروا الطنار يجيو وغادي نصيفطوا لكم. زيارة العائلات، هذه المسألة كانت مؤلمة بالنسبة لنا لأنه كان فقط 10 دقائق في الأسبوع. مثلا بالنسبة لي أنا كانت العائلة كتجي من أسفي حتى لمكناس من أجل 10 دقائق عبر الشبابيك، ما كتجي فين تبدا شي موضوع تتسالت الزيارة وتحت الحراسة طبعا. خطرة يخرجوها لنا نشوفوه واحد 3 دقائق ولا 4. لقيناهم كيراد الله، ولدي مسكين ما تيشوفش حتى تيسد عين عاد تيشوفني مسكين. ما الدراري الاخرين حالتهم لا حاله، غير خيوط ناعسين. ولدي الجلده هكا مكوي ب 100 ريال، قال لك امي كانوا تيكوني ب 100 ريال، عري لي صدري وشوفيه. قلت له ما قديت نشوف اوليدي. تما جابوه بركوا عليه بالعصا، قال لي الشهيد الله يرحمه العصا والكهرباء والشيفون والتعذيب الوحشي. قال لي ياك والشيفون، قال لك الكريزي والشيفون وحاشاك والخنز فيه، قال لك هو هذاك اللي قضى عليه والتريسينتي. دخلنا على
بانا باش نشوفوه لقيناه في واحد عبارة على ميضة محطوط فيها، وعلى عبارة على طرف نتاع العظام مغطيه جلد. خويا الصغير هرب اللي كان زايد في 54 قال له مش بايا هذا ماشي با انا. نقول البنت ولدوها هو باكم، يقول لك لا هذا ماشي بانا، تبدل عليهم. والرجلين ديالو منين هما هذا زرقين ووارمين، ما تلاوش دوك الرجلين اللي كنت كنعرف، ولاو قد هكا رجل وزرقاء وزرق الساق ديالو وزرقين اليدين ديالو وزرق الحمد والوجه ديالو قد هكا بالعصا. قال لك السلام عليكم الله يعليك عليك سير صبري راسك واميتي انا زعما ما غادي نعيش بالجهد. هو كان بزاف ديالو الموت يفسدلو قلت له بين عينيك اللي قال لي تقلش، قلت له لا وليدي تقش انت رحفي الا عشتي كرامه والا انت تولي قدمه. هنا ملي جايه الكنازه البراج دار في الطريق اللي يلحقوا الموضع اللي يلحقوا تيجيو البوليس يديروا الصندوق ها من لابيلانس واش كاين فيها شي ولا ما كاين. دابا حنا كنطلبوهم اذا كانوا يوقفونا بعد ما ديالو فين هو تشوفوا. رحمة الله وشكرتو جوته ديال ولدي انا كنفتخر بها، اين شارك فيها المغرب الواعي كله، وشارك فيها السودانيين جاتني منه، وشاركت فيها فلسطين، وشاركوا فيها جميع الدول الخارجيه والداخليه. رحمة الله وشكرا. انا كنحسد والله العظيم، كنحسد المراه اللي مات لها راجل، كنقول بيا طابت لها راجل بعدا كتحزى فيه. وليت لي ما شتا الغادونس، وليت لي ما يديش يسقسان نمشي نعيش معو، وليت خصني نعيش معو يتخيل تاسين راه خصني نسغي الدواء راه خصها 5 سنين شي غلط نسنس الدواء لا تيجا سان واش المغاك لا تيجا سان واش دقيق لا تيجا سان وضع غير جنخ لا تيجا سان لا شتي غوتمانو شتي غدبانو يلي يخفين غادي يخلل يلي يخفين غادي تعقلين غادي يخوض. حياتي كامله دموع، فهمت العينين هذه بغيتي تشوف بها. بينما هذوك الناس خرجوا عليا وحطموا حياتي، والمرضى اللي فيا دابا ما بقاش كيداوا، كل مرض فيا انا دابا. الانصاف والمصالحه هذه تمزح حق ممي، انا استبد انا سدي الحاله المدنيه لا يتسمى ممي غاسا مس الزرق تلقى ممي وغادي تطعن تاني عليا كل. تقديمي لهذه الشهاده الشيء اللي كنتوخى منه هو المساهمه في الكشف عن الانتهاكات الجسيمه، والهدف هو وضع آليات من أجل أن لا يتكرر هذا.